عمر الشريف أسلم عشان فاتن حمامة، ويحيى الفخراني اتجوز مسيحية وهو مسلم، ومايا دياب اتجوزت رجل أعمال مسلم. فيا ترى مين النجوم اللي اتجوزوا رغم اختلاف الديانات؟ بنسمع دايما إن الحب أقوى من أي شيء، واللي بيحب بيتغلب على أي عقبة بيقابلها سواء كبيرة أو صغيرة. فكتير من الفنانين والفنانات اتجوزوا أشخاص مختلفين عنهم في الديانة، وتحدوا بحبهم ده رفض الأهل والمجتمع، وانتصروا في النهاية. والبداية مع الفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف، واللي جمعت بينهم قصة حب واجهتها صعوبات كتير جدا، لأن عمر كان يهودي الديانة وكان اسمه ميشيل ديمتري جورج شالهو. لكن عمر ما ترددش انه يعلن اسلامه عشان يقدر يتجوز الفنانه فاتن حمامه سنه 1974، وبقى عمر مسلم وادى فريضه العمره وهو في سن ال 75 سنه. كمان الفنانه وفاء الكيلاني اتجوزت في 2008 من اللبناني طاني ميخائيل، واللي اتعرفت عليه وقت شغلها في قناه ART، وعلاقتهم بدات بالصداقه وتحولت لحب وجواز. رغم ان طوني كان مسيحي الديانه، انهم اتجوزوا جواز مدني وتخطوا كل العقبات، وجابت منه جودي وريان، وانفصلت عنه بعد فتره واتجوزت الفنان السوري تيم الحسن. كمان الفنانه اللبنانيه مايا دياب اتجوزت من رجل الاعمال عباس ناصر وهو مسلم الديانه، لكن مايا مسيحيه، ورغم اختلاف ديانتهم ما ترددوش انهم يتجوزوا. مش بس كده، كمان عملوا مساكنه مع بعض قبل الجواز واتجوزوا بعدها وجابوا بنتهم كي، وانفصلوا في 2015. اما بقى الفنان يحيى الفخراني، ورغم انه مسلم الديانه، انه حب السيناريست لميس جابر واتجوزها، وسبق وصرح الفنان يحيى الفخراني انه اهله ما عرضوش جوازه من بنت مسيحيه، وان لميس كانت زميلته في كليه الطب وكان بيحبها جدا، واتعرف عليها وهو بيعرض مسرحيه برنارد شو في الجامعه بتاعتهم. كمان الفنان عاصر حلاني وهو مسلم الديانه اتجوز من ملكه جمال لبنان السابقه خالد بولس، وهي مسيحيه الديانه، وجابت منه ولادها الثلاثه ماريتا ودانا والوليد، ولحد دلوقتي مستمرين في جوازهم وسعداء جدا مع بعض. اما بقى الفنانه سلوى خطاب، فرغم انها مسلمه لكنها اتجوزت المخرج اسامه فوزي وهو مسيحي الديانه، لكنه اسلم في اواخر التسعينات، وبدات علاقتهم بعد ما عملوا مع بعض فيلم عفاريت الاسفلت، واتجوزوا بعدها لكنهم انفصلوا بعد فتره. اما بقى الفنانه ناهد شريف، رغم انها مسلمه الديانه لكنها اتعرفت على صاحب مالها في لبنان اسمه ادوارد جورجيا، وطلب منها الجواز رغم انه مسيحي، وناهد وافقت على الجواز منه، واتجوزوا مدني وكل واحد فيهم فضل على ديانته، وجابت منه بنتهم الوحيده باتريسيا اللي اسمها بعد كده بقى لينا، والممثله